بركات لكل الناس الجميله اللي منورنا عندي على القناه، وتحياتي كل التحيه للناس الجميله الجديده اللي نورتني على القناه، الناس اللي اشتركت جديد والناس اللي موجوده معانا على القناه. كل التحيه وكل الشكر ليهم. معلومه كده على السريع يا جماعه، عشان خاطر في ناس كتير جدا بتسال في الوقت الحالي. احنا قلنا الوقت وقت معلومه مش وقت يعني عرض كلاب، لكن هنعرض كلاب كتير جدا باذن الله تعالى. بس حبيت ان انا اقول لكم معلومه كده على السريع بامر الله. في ناس اولا هاخد بس كده معلومه عشان خاطر سالت فيها كتير. انا عندي جراوي اكلها كم مره في اليوم؟ اكلها 15 مره في اليوم. اكلها 15 مره، اكلها 15 مره. طب اني معده تستحمل الكلام من ده يا جماعه؟ عشان ما نضحكش على نفسنا او نضحك على بعضينا. ما فيش جرو بياكل حوالي 5 6 مرات في اليوم. الجرو بطبيعته ممكن ياكل 3 مرات في اليوم لو هو جرو شهيته مفتوحه، لكن 4 مرات و5 مرات والكلام ده كله ما بيحصلش. لو انت الجراوي عندك صغيره من عمر مثلا 30 يوم وهتاكل، طبعا الام عليها عامل بيرضع بعض الوقت، وبعد كده بتعمل سيريلاك بزبادي تمام بجبنه قريش وبياكل. ان كل طقه الصبحيه ممكن عليها ياكل تاني طقه بالليل مع الرضاعه. لكن لو هتاكل بدون الرضاعه الكلب ياكل 3 مرات في اليوم واقل، مش 4. يعني بمعنى الصبحيه هتلاقي الكلب معاك بياكل كويس طول الليل جعان. وعايز اقول لكم برضو معلومه يا جماعه، الكلب الجرو عامة ما ينفعش يجوع وما ينفعش يشبع. لو شبع بزيادة بيفضل طول النهار شهيته مقفولة ما بيرضاش ياكل، لكن لو جاع قوي بيخس وبيدعبل ويبقى شكله وحش ومناعته بتسقط. طب ايه اللي يتم يا محمد؟ اكل الجرو في الطاقة، اكله اكل كويس جدا، اكله اكل كويس جدا، ما تبخلش عليه بالاكل. بمعنى ايه ما تبخلش عليه بالاكل؟ اكل كتير، خليه ياكل لحد ما هو يشبع ويصد عن الاكل اللي هو عايزه، او الاكل اللي هو جسمه محتاجه، او اللي هو يا جماعة محتاجه، تمام؟ او اللي هو محتاجه لحد ما الجرو يشبع وسيبه، اتركه، خلي الجرو يلعب ويتنطط ويجري ويمين وشمال. وبعد كده مثلا بعد ساعتين 3 حط له اكل. هتلاقي الكلب ممكن ياكل حاجات صغيره فتافيت ويبعد عنها. لا، اكل مره الصبح تمام، اكل مره في نص اليوم، اكلناها 3 وجبات. هتلاقي الكلب بياكل معاك كويس جدا، والكلب معاك بسم الله ما شاء الله بيزيد وبينمو بسرعه، غير اللي عمال يرص له ويحشي له في اكل ويطلع في الاخر الكلب مليم معاك والكلب بايظ، وهترجع انت هتزعل في الاخر، هتزعل جامد جدا. تمام يا جماعه؟ ده اللي انا حابب اوصله عشان خاطر سالت كتير جدا بالنسبه للجراوي. انا عايز بعد كده هقول معلومه واحده عشان الناس ما تتوهش. انا بحس ان في ناس كتير جدا بتتوه في الفتره اللي انا بنتكلم فيها. دخلنا كام معلومه ببعضها فالناس بتتوه. خلاص يا جماعه، اكل جروك زي ما ياكل، ما تسمعش كلام حد محمد او غيره او الكلام من ده اكله 15 مره في اليوم او 10 مرات في اليوم وابتدي احشر في الجرو. لا، اكل الجرو على حسب ما ياكل معاك ويحب الاكل، على حسب ما يحب الاكل. ما تقولش اصل بياكل اكل كذا وعايز اديله كذا مش عايز ياكله، او انا بديله كذا بس غلط عليه. لا، اكل الكلب يا جماعه من طبيعته رمرام. الكلب على قد ما احنا مقتنعينه في البيت بس من طبيعته رمرام. اكل كلبك زي ما بيحب، بس دايما اشتغل بالفلاجيلات والمطهرات، تمام؟ اللي هو المطهر المعوي عامه الفلاجيل، ودايما برافع المناعه. واهم حاجه عندي التطعيم. يا رب تكون المعلومه وصلت. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.